أهلا بحضراتكم على قناة صوت الشعب وفقرة مصر على الهواء. هنتناول في هذه الفقرة زيارة السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية الشقيقة، وما وراء هذه الزيارة من مفاهيم مختلفة نحاول إلقاء الضوء عليها النهاردة من خلال لقائنا مع ضيفنا الكريم اللي برحب بيه جدا، الأستاذ الدكتور محمد سلمان طايع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور محمد، كيف تقرأ هذه الزيارة؟ يعني في الحقيقة هذه الزيارة تأتي في إطار سلسلة من الزيارات، سلسلة من التحركات الخارجية المصرية النشطة في الحقيقة خلال العام المنصرم تقريبا، يعني النصف الثاني من عام 2014 مع بداية عام 2015. هناك مجموعة من التحركات المصرية خارجيا. هذه الزيارة تأتي في إطار ما يمكن تسميته بالشواغل المصرية بالمنطقة العربية بشكل عام والمنطقة الخليجية بشكل خاص، أو ما يسمى بالأمن الخليجي الذي تحدثت مصر عنه في فترات زمنية طويلة، ثم جدد هذه المقولة مرة أخرى، مقولة أن الأمن الخليجي جزء من الأمن القومي المصري. جدد هذه المقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما انتخب رئيسا للبلاد، وبالتالي هذه الزيارة تأتي في إطار تمتين وتوثيق العلاقات المصرية الخليجية من ناحية، والعلاقات المصرية الإماراتية التي تحظى بخصوصية شديدة جدا سواء على صعيد التفاهمات السياسية أو على الصعيد الاقتصادي، أو حتى على صعيد ما يمكن تسميته بالعلاقات غير الرسمية، متمثلة أيضا في وجود عدد لا بأس به، عدد ضخم من الجالية المصرية في الدولة الإماراتية. أيضا تأتي هذه الزيارة في إطار الترويج لما يمكن أن نسميه بأن مصر تحظى الآن بحالة من الاستقرار الأمني واستتباب أمني إلى حد كبير. صحيح هناك يعني محاولات متعددة بين الحين والآخر من بعض التيارات للأسف المريضة التي تحاول أن تصدر صورة لمصر بأن هناك حالة من الانفلات الأمني، إلا أن هذه الزيارة تأتي تأكيدا، وجاء ذلك على لسان الباشمهندس محلب، بأن الانتخابات البرلمانية ستكون في موعدها. أيضا المؤتمر الاقتصادي القادم المزمع عقده في مارس القادم إن شاء الله، مارس 2015 سيكون في موعده، وبالتالي هي نوع من أنواع ما يمكن تسميته بتعبئة وتحفيز الجهود الإقليمية والعربية للمشاركة في هذا المؤتمر الاقتصادي الضخم. نعم، هناك بعض المهاترات تخرج إلينا بين الحين والآخر تحاول أن تمس العلاقات المصرية العربية بوجه عام، مش الإماراتية فقط. إلى أي مدى ممكن تلقى هذه المهاترات يعني قبولا، أو يعني نوع من استقبال من أو التأثير على الجانب العربي تحديدا؟ يعني أتصور أن هذه المهاترات وهذه الأصوات الضعيفة التي تخرج بين الحين والآخر من بعض التيارات ضعيفة مريضة النفوس، والتي تغلب من مصالحها الخاصة على المصلحة القومية المصرية وتعلي من مصالح فئات أو مصالح جماعات تحتية فوق الولاء الأسمى للدولة المصرية. هذه المهاترات أعتقد أنها تصطدم بحائط صد منيع، وهو الذي يتمثل في متانة وقوة ورسوخ العلاقات المصرية بشقيقاتها من الدول العربية بشكل عام والدول الخليجية بشكل أخص. وفي هذا الإطار نتحدث عن خصوصية كبيرة في العلاقات المصرية الإماراتية بشكل أكثر خصوصية. هذا الحائط الصد القوي المنيع أعتقد أنه يتصدى لأي مهاترات يمكن أن تثور بين الحين والآخر. يعني في خلال شهر أو شهرين هيتم تفعيل دور الاتحاد الجمركي العربي، وده في إطار التوحد الاقتصادي في المنطقة العربية. وإحنا كلنا من زمان كنا بنتكلم بصراحة على موضوع السوق العربية المشتركة وغيرها اقتصاديا. ألم يحن الأوان الآن لعمل هذا التوحد الاقتصادي ويعني والتقارب ما بين الدول العربية بصورة أعمق من كده؟ احنا عارفين إن في تحالف عسكري وفي اتفاقات عسكرية وفي مناورات،
الإمارات، يمكن مرجان 15 بتقام حاليا بيننا وبين السعودية في البحر الأحمر وغيرها. مش محتاجين تقارب أكتر من كده؟ نعم، وقبلها كان في مناورات مصرية إماراتية بالمناسبة، نعم. وأشرف عليها بشكل مباشر من الطرفين المصري والإماراتي، وكان هناك يعني متابعة يومية لها من الرئيس السيسي هنا في مصر. فيما يتصل بالتعاون الاقتصادي العربي كلنا يعلم أننا يعني منذ إنشاء الجامعة العربية في مارس 1945 ونحن يعني يراودنا حلم السوق العربية المشتركة، أو ما يسمى بالمنطقة العربية، منطقة التجارة العربية الحرة الموحدة، أو ما يمكن تسميته بالاتحاد الجمركي العربي الموحد. هذا الحلم راودنا كثيرا، وأعتقد أنه يعني آن الأوان الآن إلى أن يعني نسعى ونتخذ خطوات إجرائية من أجل تحقيق هذه الخطوة التي ستعود بالنفع بطبيعة الحال على كل الأقطار العربية. مسألة أن يكون هناك يعني سوق موحدة، سوق عربية موحدة يتم من خلالها نقل السلع والخدمات والبضائع وربما الأشخاص بطريقة مقننة بشكل أو بآخر، يتم نقل وتبادل هذه السلع. أعتقد أن ذلك سيصب في صالح الأطراف العربية، ولا سيما أن حجم التجارة البينية العربية ضئيل جدا. يعني حجم التجارة البينية العربية لا يتجاوز 8% من إجمالي حجم التجارة العربية مع الخارج، وبالتالي هذه مسألة خطيرة جدا. آن الأوان لتصحيح هذا الخطأ الهيكلي إن صح التعبير فيما يسمى بالاقتصاد العربي على الصعيد التكاملي. جميل. يمكن السيد رئيس الوزراء إبراهيم محلب بيتقدم الآن حاليا، هو موجود في رئاسة الجمهورية، بيتقدم للسيد رئيس الجمهورية بتقرير عن زيارته للإمارات. نعم. كان من ضمنها مشاركة الإمارات بقوة في المؤتمر الاقتصادي القادم. رغم أن سيادتك عارف أن هم لم ينتظروا، يعني في رجال أعمال تقدموا لعمل مشروعات، وفيهم حصل على بعض الأجزاء أو المشروعات الاستثمارية الموجودة في محور قناة السويس. نعم. منها خليج السويس مثلا، المنطقة السياحية الكبرى، المجمع السياحي الكبير اللي يتم إنشاؤه في خليج السويس، وأنت عارف. نعم. بضخ بيتكلم في 40 مليار تقريبا، حاجة زي كده. الرقم كبير جدا. لم ينتظروا المؤتمر الاقتصادي. نعم. ومعظم الدول يا فندم بتتكالب على مصر للاستثمار، مش منتظرين المؤتمر الاقتصادي، منهم روسيا مثلا. صحيح. يعني وفود رجال الأعمال، وفي وفود أعمال فرنسيين موجودين النهارده في محور قناة السويس. نعم. للمعاينة على الطبيعة للعمل ده. نعم. تفهم المؤشرات دي ايه؟ يعني خلينا نقول بشكل عام وبعد كده نشوف الرسالة وراء الكلام ده. بشكل عام فعلا الإمارات، زيارة الإمارات، استطاع المهندس محلب أن يعني يحصل من الإماراتيين على وعد بأنهم سيقوموا بتمثيل قوي، تمثيل عالي المستوى في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي القادم. كذلك أيضا أكد الرئيس بوتين خلال زيارته أيضا لمصر على أن روسيا ستكون ممثلة بوفد عالي المستوى، بالإضافة إلى وفود أخرى. الرسالة الأساسية خلف هذه المسألة هو أن العالم بدأ يفهم حقيقة ما يدور في مصر من واقع سياسي جديد. نعم. العالم صدرت له صورة مغلوطة عن ما حدث في مصر إبان ثورة 30 يونيو 2013. العالم فهم صورة مخالفة للواقع، وتصور أن ما حدث في مصر هو افتئات وانقضاض على السلطة. ونجحت الدبلوماسية المصرية والإعلام المصري إلى حد ما في تفهيم أو إفهام العالم بحقيقة هذه الأوضاع التي حدثت في مصر. وكان للتحركات الرئاسية المصرية والمقابلات الرئاسية المصرية في غير دولة من دول العالم، في أقاليم مختلفة من دول العالم، سواء عربيا أوروبيا آسيويا، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية على هامش الاجتماعات التي كانت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، دور في إبراز حقيقة الصورة في الداخل المصري. وبالتالي أن ما حدث كان ثورة مصرية حقيقية بمساندة من القوات المسلحة. وبالتالي نحن الآن في مسيرة بناء الدولة المصرية الجديدة. تحققت مجموعة من الاستحقاقات الديمقراطية، أهمها إنجاز وكتابة الدستور، ثم انتخاب رئيس جمهورية. الآن نحن مقبلون على انتخاب برلمان وملء الفراغ التشريعي. وبالتالي العالم بدأ يقرأ الواقع الجديد في مصر. والآن هناك زي ما حضرتك تفضلت مصطلح تكالب وتسارع حول الاستثمار في مصر، وهذه مسألة في غاية الأهمية. هناك تأكيدات من كثير من الدول على أنها ستكون ممثلة بوفود عالية
عالية المستوى في المؤتمر الاقتصادي المزمع. المرحلة في مصر تحتاج مجموعة من الرؤى الجديدة وأساليب الاتصال المختلفة بسفراء أكثر عمقا في التفهم في الوضع في الشرق الأوسط والمصر تحديدا. عشان كده السيد الرئيس النهارده يمكن خبر هقراه، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية السفراء الجدد ل12 دولة، هي تايلاند وزيمبابوي ونيوزيلندا وكوريا وافريقيا الوسطى والولايات المتحده الامريكيه وكينيا وغانا والنمسا ونظام فرسان مالطا وجمهوريه التشيك والجبل الاسود. وصرح الدكتور السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان السفراء الجدد قدموا اوراق اعتمادهم للرئيس، وذلك بحضور السيد الوزير سامح شكري وزير الخارجيه. بمناسبه ذكر السيد وزير سامح شكري، وعاد من اثيوبيا، عاد من اثيوبيا في بعد اجراء بعض المباحثات الخاصه طبعا بالشأن المصري الاثيوبي، وكان حقيقه هذا الرجل ارسل العديد من الرسائل والتوضيحات من اثيوبيا الى الخارجيه المصريه في اطار في موضوع ليبيا، موضوع المصريين المختطفين في ليبيا حتى وقتنا هذا. وفي حراك زي ما انت شايف سيادتك يعني ما بين اعتماد سفراء جدد في مصر وما بين سحب وغلق سفارات في اليمن. يعني اعتقد ان الوضع الاقليمي صحيح. المقاربة واضحة، يجب أن تكون واضحة، وبالتالي يجب مرة تانية أن يكون هناك مجموعة من الدول. هو طبعا ده إجراء يعني دوري. مجموعة من السفراء انتهت مدة اعتمادهم أو المرحلة التي تم فيها ابتعاثهم إلى دولة معينة، ويتم اعتماد سفراء جدد. ولكن أن تقوم مجموعة من الدول زي ما حضرتك اتفضلت 12 دولة باعتماد سفراء جدد أو إرسال إيفاد سفراء جدد لدى الدولة المصرية، هذا دليل أيضا على أن هناك هي رسالة سياسية بأن هناك حالة من استتباب الوضع في الداخل المصري. كلنا يعلم أنه إذا كان هناك حالة من اللا أمن أو الهاجس الأمني الكبير، فتتسابق الدول إلى غلق سفاراتها أو على الأقل تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي بشكل أو بآخر. لكن أن تقوم مجموعة من الدول في مناطق مختلفة من العالم، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول زي ما حضرتك تفضلت، بإيفاد سفراء جدد، يعني انتهت مهمة أو مدة السفير السابق وتوفد سفراء جدد إلى الدولة المصرية، هذا أيضا دليل ورسالة سياسية مهمة على أننا أيضا نسير على الطريق الصحيح في مسألة التأمين السياسي أو ما يسمى بحالة الأمن السياسي في مصر. اسمح لي يا فندم، معايا اتصال تليفوني سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك معنا يا فندم. يا أهلا، صباح الخير. صباح النور يا فندم. سيادة السفير، كيف تقرأ زيارة رئيس الوزراء المصري محلب لدولة الإمارات العربية الشقيقة؟ ما هو لدينا القوة التي تبنت مؤتمر شرم الشيخ هي مبادرة أصلا خليجية بقيادة ثالث الذكر ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين رحمة الله عليه الملك عبد الله. نعم. ساندته الإمارات، ساندته الكويت، فهي الدول الرئيسية الثلاثة التي بادرت بالدعوة لهذا المؤتمر. وبالتالي ما نرى أن الرئيس زار الدول الثلاثة، أن رئيس الوزراء زار الدول الثلاثة، وأنا من الآن وقبل شهر من المؤتمر مطمئن أنه نجح بالفعل، تخرج المؤتمر، لأن الجهات الداعية جهات ذات وزن وهي من الممولين الرئيسيين في المنطقة العربية. اثنين، أن رئيس الدولة في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى المؤتمر بنفسه ويتابعه، وكما ترى رئيس الوزراء والسادة الوزراء. أنا أكاد أقول لك أن نفذت التذاكر من شباك الحجز. كثيرين يلجؤون إلينا الآن لمعرفة كيف يشتركون في المؤتمر، ويبدو أن المقاعد كلها قد نفذت. من هنا تأتي زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إلى الإمارات، يعني لضبط الإيقاع، لضمان أن هناك مشاركة واسعة في المؤتمر بإذن الله. وأنا بأمانة شديدة مطمئن لنتائج المؤتمر. والآن أنا كرجل أعمل في مجال يعني مسألة الأولويات والحجز والأسبقية، أقول أنني الآن في هذه اللحظة أعمل لما بعد المؤتمر، لأن المؤتمر نعتبر أنجزنا أهم معطياته. سنسمع ما كنا نتوقعه إن شاء الله في شهر مارس، ثم نسعى لمؤتمرات واتصالات أخرى تأتي بعد هذا المؤتمر بالنجاح إن شاء الله.
أنا بشكرك جدا سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، بشكرك جدا وكنت معنا عبر الهاتف. بنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد سلمان طايع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وننتقل لزيارة زيارة بوتين لمصر. يمكن ومتوقع كمان في القريب زيارة الرئيس الصيني لمصر صحيح. خلال أيام صحيح. يعني ده كان عاوز يمكن تحضير لهذه المسألة صحيح. في تحضير في هذه المسألة. أنا عاوز أتكلم على زيارة الرئيس بوتين لمصر تحديدا يا فندم، وجزئية نبدأ الأول بجزئية الرمزية والرموز الخاصة من أول ما كان وزير دفاع سيادة الرئيس، كان وقتها وزير دفاع وراح أهدى له جاكيت الابطال في روسيا صحيح. لما راح الزياره رجع السيد الرئيس، ولما جه بوتين اهدى له كلاشينكوف، وايضا السيد الرئيس اهدى له خرطوشه مصريه مكتوب عليها اسمه صحيح. بالفرعوني في برج القاهره. رمزيات رموز في التعامل. نعم صحيح. يعني البعد الدلالي في هذه المسألة أو ما يمكن تسميته عندنا احنا في العلوم السياسية بنسميه المسكوت عنه. إيه المسكوت عنه؟ الذي لم يعلن ولكنه مسكوت عنه يمكن أن يقرأ في هذه الرسائل زي ما حضرتك اتفضلت. هو أن هناك ما يمكن تسميته بعلاقات جديدة وتدشين لشراكة مصرية روسية في هذا الإطار، وأن هذه الشراكة ربما سيغلب عليها البعد الاستراتيجي السياسي فضلا عن أبعاد أخرى متمثلة في الأبعاد الاقتصادية. مسألة زي ما حضرتك اتفضلت يعني الإهداءات متمثلة في جاكيت الأبطال أو الفرسان، إهداؤه لكلاشينكوف رمز ربما حتى في المسمى في رمز السلاح الروسي. أيضا أن يقوم الرئيس المصري بإعطائه خرطوشة أو بردية مصرية مكتوب عليها اسم الرئيس فلاديمير بوتين بالفرعوني، تأكيد على أن العلاقات المصرية الروسية هي علاقات قديمة، وأن هناك في إطار ما كان يسمى الاتحاد السوفيتي سابقا، وأن العلاقات المصرية الروسية سوف تشهد يعني آفاقا جديدة في هذا الإطار، وبالتالي أتصور أنها لها رمزيات كبيرة جدا ورمزيات متبادلة بالمناسبة. يعني هذا التوقيت أعتقد أنه علينا أن نحسن استغلال هذه الفترة، لأن روسيا مقبلة بقوة على فتح ما يمكن تسميته أبواب جديدة أو آفاق جديدة في التعامل مع دول آسيوية، دول شرق أوسطية، دول أفريقية. بالمناسبة هذه الزيارة هي أول استهلال لزيارة لبوتين خارج روسيا في العام الجديد عام 2015. يعني في 2014 زار الهند، زار الصين، زار تركيا، وهي أول زيارة في 2015 يقوم بها إلى مصر. وبالتالي أعتقد أن يعني هذه الرسائل هي تأكيد على أن هناك توجه جديد نحو شراكة حقيقية في العلاقات المصرية الروسية. نتوقع استثمارات روسية كبيرة في محور قناة السويس تحديدا بطبيعة الحال. حينما نتأمل فقط المرافقين للرئيس فلاديمير بوتين، مين هم المرافقين له؟ وزير الزراعة، على طول ده بيوديني لفكرة القمح والاستثمارات الزراعية وتحديدا القمح والحبوب، ونعلم أن مصر يعني تستفيد من الصادرات الواردات الروسية في مجال القمح. اثنين من بين المرافقين وزير التنمية الاقتصادية، وكلنا يعلم أن هناك تأكيدات على زيادة الاستثمارات الروسية في مصر والتوسع في التبادل التجاري المصري الروسي. أيضا وزير السياحة، أيضا كان هناك حديث أو أحاديث كثيرة عن أن يكون هناك زيادة وتقديم تسهيلات للسائحين الروس. نحن نعلم أن مصر تستقبل سنويا حوالي 3 مليون سائح روسي. ربما لو يعني تم إعطاء تسهيلات كبيرة للسائحين الروس ربما يتضاعف هذا الرقم. وبالمناسبة الربع الأخير من 2014 شهد طفرة كبيرة في عدد السائحين بشكل عام. يعني 2004 الربع الأخير اللي هو 10 11 12 من 2014 عدد السائحين بشكل عام الذي زار مصر حوالي 2.8 مليون سائح، مقارنة ب1.6 يعني تقريبا النصف في الربع الأخير من 2013 في تحسن في الأداء الاقتصادي. أيضا
مسألة مهمة جدا. رئيس مؤسسة وزير الطاقة والكهرباء الروسي، بالإضافة إلى رئيس مؤسسة روس أتوم أو المؤسسة الروسية للطاقة الذرية أو النووية، وذلك لإنشاء محطة للطاقة الكهروذرية في الضبعة من أجل توليد الطاقة الكهربائية. أنا عايز أقف عند الأرقام مهمة جدا، لأن ليها برضو رسالة سياسية إذا كنا نتحدث عن الرسائل والمضامين السياسية. نعم. المحطة المزمعة إن شاء الله التي سيقوم الجانب الروسي بإنشائها في مصر هتقوم على 4 وحدات، كل وحدة هتنتج 1200 ميجا وات، يعني إجمالي الطاقة المتولدة ستكون 4800 ميجا وات. طيب الرقم يعني مش هيصح، مش هيكون ليه دلالة إلا بالمقارنة. إجمالي الطاقة المتولدة من السد العالي، والسد العالي في أكبر محطة توليد طاقة في القارة الإفريقية كلها، كام؟ 2100 ميجا وات. يعني الطاقة اللي هتتولد إن شاء الله من هذه المحطة الجديدة قد ضعف ونص، يعني مثلي السد العالي ونصف. يعني السد العالي 2100، الطاقة المتولدة هنا 4800. في رسالة تانية صغيرة قوي سياسية عايز أنا شخصيا بقى بحكم التخصص أوجهها لإخواننا وأشقائنا الإثيوبيين بدل ما يغالوا قوي في سد النهضة، إنه الطاقة المتولدة من سد النهضة العملاق هتبقى 5250 ميجا وات فقط، وإحنا مجرد 4 وحدات في المحطة الكهروذرية في الضبعة ستنتج 4800 ميجا وات إن شاء الله. وبالتالي هناك آفاق جديدة كبيرة جدا في كل المجالات. زي ما حضرتك اتفضلت، مجرد تأمل المرافقين فلاديمير بوتين يعطيني صورة بأن هذه الزيارة تتخطى بكثير وتفوق بكثير مجرد الزيارات السياسية الشكلية أو البروتوكولية، ولكنها سوف تدشن لعلاقات مصرية روسية مختلفة تماما عما سبق من نمطية هذه العلاقات. احنا عارفين ان التنمية الشاملة جزء من مكافحة من الأمن القومي لأي دولة. بيكون التنمية الشاملة فعلا فيها هي اللي بتحافظ على الأمن القومي بصورة أو بأخرى. ولكن لو هنتكلم عن جزئية مكافحة الإرهاب اللي اتكلم فيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس بوتين، وخرجوا ببيان هما الاثنين قالوا فيه إن احنا بنكافح الإرهاب سويا، وإن احنا بنقف أمام نزعات الهيمنة. نزعات الهيمنة بغض النظر مين اللي بيسعى للهيمنة على مستوى العالم. بتقرأ ده في ايه؟ وفي نفس الوقت احنا بنرى، يمكن الخبر قريته النهارده على جريدة الراي الكويتية، قالوا ان في 4000 جندي امريكي جاي في طريقهم بمدرعاتهم هينزلوا على الجانب الكويتي عشان ينتقلوا لمحاربة داعش في شمال شرق العراق. كيف تقرأ هذه التحركات ما بين التصريح والتحركات؟ نعم، يعني بطبيعة الحال جزء من التعاون المصري الروسي سوف يطال الجانب الأمني. الأمني الاستراتيجي، يعني بعيدا عن المجالات السياسية والمجالات الاقتصادية الواضحة، سيكون هناك تعاون في المجال الأمني، ولا سيما في مجال أو على صعيد مواجهة الإرهاب. وهنا أريد أن أؤكد مرة أخرى ما سبق أن قلته، بأن مصر لديها فرصة وهي قادرة على ذلك أن تعيد، ربما الكلام يبدو يعني في قدر من المبالغة، لكن خلينا نتأمل فيه بعد كده. مصر لديها الآن فرصة وهي قادرة على ذلك إن أرادت بدبلوماسية ماهرة. لديها فرصة لأن تعيد ترسيم هيكل أو بنيان النظام الدولي، والعودة مرة أخرى إلى فكرة الثنائية القطبية. وذلك من خلال الدخول في شراكات أمنية سياسية استراتيجية اقتصادية مع دول كبرى مثل روسيا والصين. في هذا الإطار يمكن لمصر أن تساهم في إعادة تشكيل أو إعادة هيكلة النظام الدولي، والخروج عن ما يمكن تسميته بالنظام أحادي القطبية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، دون أن يعني ذلك أننا يجب أن نتخلى تماما عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نحافظ على هامش من حرية الحركة ما بين كل الأقطاب. ولكن مصر يمكن أن تساند هذه التحولات الاستراتيجية الواعدة التي تحدث في النظام الدولي نحو إعادة
هيكلة هذا النظام من نظام أحادي القطبية بشكل جارف، بشكل واضح، بشكل سافر، إلى نظام متعدد الأقطاب أو نظام ثنائي القطبية. أيضا يجب أن يكون واضحا في الأذهان أن الصين وروسيا منضويتان في إطار ما يسمى البريكس أو تكتل بريكس، وهو تكتل ظهر على الساحة الدولية في يونيو 2009، يضم البرازيل، روسيا، الصين، الهند، جنوب أفريقيا. إن غازلت مصر هذا التكتل واستطاعت ونجحت في الدخول في هذا التكتل الاقتصادي، ستكون نقلة نوعية بكل المقاييس. وهو بطبيعة الحال حينما نتأمل أسماء هذه الدول الخمسة، البرازيل مرة أخرى، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، هي ليست قوى وعمالقة أو أقطاب اقتصادية فقط، وإنما هي أقطاب اقتصادية سياسية استراتيجية. وبالتالي مصر تستطيع مرة أخرى أن تقف بشكل أو بآخر بجانب بعض القوى الجديدة أو القوى الطامحة نحو إعادة تغيير هيكل النظام الدولي وعدم الإبقاء على الأحادية القطبية في يد ما يسمى بالإمبراطورية الأمريكية. عاوز أرجع لموضوع الإمارات تاني مرة تانية يا فندم، واتكلم على جزئيات إيه التعاون المشترك المطلوب أكتر. يمكن الخبراء الاقتصاديين والسياسيين والعسكريين والخبراء في كل المجالات بيقولوا إنه ممكن يكون في تعاون أكتر من كده بيننا وبين الإمارات. صحيح. إيه النقاط اللي لم يتم طرحها حتى الآن في التعامل المصري الإماراتي؟ صحيح، هناك استثمارات كثيرة جدا يمكن أن تكون محل تعاون ما بين الجانبين المصري والإماراتي. وهنا يعني أريد أن أؤكد على أن الزيارة الأخيرة للمهندس محلب إلى الإمارات العربية الشقيقة التقى مع رئيس شركة دانا للغاز، وهي واحدة من كبريات الشركات الغاز الإماراتية، والتي يمكن أن، وهذه الشركة لها استثمارات في مصر، تم الاتفاق على توسيع هذه الاستثمارات، تم الاتفاق على زيادة إنتاج هذه الشركة من الغاز الطبيعي في مصر، بالإضافة إلى زيادة أو الاتفاق على إقامة مشروعات جديدة. أيضا هناك الاستثمارات العقارية، يعني يمكن التوسع في إطار ما يمكن تسميته بالاستثمارات العقارية، أيضا الاستثمارات السياحية، أيضا المنتجات البتروكيماوية بشكل عام، يعني مشتقات البترول سواء الغاز الطبيعي أو الغاز المسيل أو المشتقات البترولية المختلفة، يمكن أن تكون محل استثمار من مشترك بين الجانبين المصري والإماراتي. أريد أن أؤكد على أن الدعم الإماراتي كان واضحا. قدمت الإمارات حوالي 4 مليار دولار خلال الفترة من ثورة يونيو 2013 حتى الآن. كان هناك تعهد مبدئي أقول مبدئي من جانب الدولة الإماراتية بأن تقدم لمصر كل المواد البترولية التي تحتاجها من أغسطس 2014 حتى سبتمبر 2015 بما يعادل حوالي 8.7 مليار دولار. إذا هناك مناطق جديدة يمكن أن تكون محل للاستثمار المشترك سواء في الدولة الإماراتية أو الدولة المصرية، على أن تكون هذه الاستثمارات مشتركة مصرية إماراتية. هل وجود منطقة أو تنمية محور قناة السويس ممكن يؤثر على النشاط التجاري في منطقة جبل علي أو في دبي؟ بطبيعة عشان كده مصر بتسعى أنها تعوض الإخوة الإماراتيين في أنها تتعامل معهم على مستوى المشروعات التنموية. صحيح. في محور قناة السويس. صحيح. هل ده فعلا؟ صحيح. صحيح. هذا صحيح، لأنه يعني هذه المنطقة ستكون منطقة تجارية مهمة جدا، وبالتالي يمكن أيضا استثمارها والاستفادة منها والتعويل عليها بشكل كبير في زيادة العلاقات التجارية والاستثمارات ما بين الدولتين. تمام، ده متوقع فيهم، عشان كده في تقارب مصري إماراتي في هذه الجزئية تحديدا، حتى احتراما للشأن الإماراتي أو طبعا للكيان الإماراتي. صحيح. في هذه الجزئية الاستثمارية، وهم أكثر خبرة بصراحة. صحيح. في حكم الموانئ، بحكم منطقة تجربتهم السابقة. نعم. يعني بحكم تجربتهم السابقة. نعم. مرة أخرى عاوز أرجع يعني أقفز مرة تانية يا فندم. التوقعات لما أشوف في رئيس بوتين كان عندنا، وبعدين فجأة في الرئيس الصيني على وشك الحضور لمصر مرة أخرى، حرص رؤساء الدول الكبرى في العالم على الحضور لمصر ليه؟ يعني مرة تانية دي مسألة مهمة جدا. هذه الدول
زي ما قلت قبل كده حريصه بين قوسين روسيا، بين قوسين على الصين، تعظيم المصالح عندنا. ولكن المصالح. هل تعظيم المصالح يستلزم حضور رئيس الدولة نفسه؟ نعم، لأنهم في هذه المرحلة هم حريصون ليس فقط على مجرد تعظيم المصالح، ولكن على تقديم رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك إعادة تشكل في النظام الدولي الحالي، وأن هذا التحول الاستراتيجي العالمي إنما يستند إلى مجموعة من القوى المتوسطة الكبرى. مصر تعد من القوى المتوسطة الكبرى في النظام العالمي، هي بطبيعة الحال ليست من يعني ما يسمى بالميجور باورز، من القوى العظمى، ولكنها يعني من القوى المتوسطة الكبرى. وبالتالي مجيء رؤساء هذه الدول إلى مصر في هذه اللحظة هو تأكيد على الاستعانة بهذه الدولة بين قوسين مصر من أجل تحقيق ما يمكن تسميته بتغير في هيكل النظام الدولي. ربما هذا التغير يستغرق يعني بعض الوقت، ربما يستغرق عقدين من الزمن، ولكن مصر سيكون لها دور كبير في عملية التحول الاستراتيجي في النظام الدولي. أيضا من المسائل المهمة في هذا الإطار هو أن مصر من خلال الخارجية المصرية، من خلال الرئاسة المصرية، نجحت خلال الفترة السابقة في تبني ما يمكن تسميته يعني open doors policy وليس open door. يعني open door policy تبناها الرئيس السادات، سياسة الباب المفتوح، وكانت تعني الانفتاح على الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. أما مصر خلال العام المنصرم أتصور أنها استطاعت أن تفتح منافذ وأبواب جديدة على العالم، وأنها تؤكد أنها منفتحة على العالم، وأنها ليست فقط يعني حبيسة الدومين أو المجال الأمريكي الذي كان يعني يغلف التحرك المصري طيلة عقود كثيرة سابقة. وبالتالي أستطيع أن أقول أيضا أن مصر الآن يعني تتبنى ما يمكن تسميته open doors policy أو سياسة الأبواب المفتوحة، مش باب الأبواب بالضبط كده، مش باب الأبواب. وأنها تنجح الآن، يعني بدأت تنجح الآن في تدشين دوائر جديدة في سياستها الخارجية، بالإضافة إلى الدوائر التقليدية. هناك دوائر جديدة أهمها الدائرة الآسيوية متمثلة في الصين والشريك الصيني الاستراتيجي، بالإضافة إلى الدائرة الروسية التي يمكن أن نعتبرها دائرة عالمية أوراسية أوروبية آسيوية إلى غير ذلك. نعم. النظرة الغربية المستهدفة لتقسيم الشرق الأوسط كيف ينظر إلى مثل هذه العلاقات والتقارب المصري، مش الإماراتي فقط، التقارب المصري العالمي؟ نعم، بطبيعة الحال يعني هذه التحركات المصرية هي تحركات استباقية تستبق مسائل أو المخططات التي تستهدف تقسيم الدولة المصرية. حينما نتأمل للأسف في الشرق الأوسط نجد أن يعني حالة التفتت وحالة الانقسام وحالة الانهيار يعني طالت كثير من دول المنطقة، وللأسف كلها دول عربية. إذا كنا نتحدث عن العراق، نتحدث عن سوريا، نتحدث عن اليمن، نتحدث عن ليبيا، نتحدث عن السودان، يعني والأمر يعني يدمي القلب في الحقيقة. وأعتقد أن السلسلة متصلة، سوريا ليست ببعيد عن هذه التفتتات. إذن مصر الآن أصبحت تتحرك بشكل استباقي للحيلولة دون تحقق هذه المخططات الأمريكية بالأساس إلى تشكيل ما يمكن تسميته شرق أوسط جديد، شرق أوسط كبير، شرق أوسط موسع، إلى غير ذلك من المشروعات الأمريكية التي طرحت ربما منذ ما يزيد على عقدين من الزمان. الآن مصر أصبحت واعية لهذه المسألة، وربما ما يحدث من تطورات سلبية في دول الجوار الجغرافي العربي والشرق الأوسطي أصبح يعني لافتا للأنظار حتى لرجل الشارع المصري العادي، وأصبح حريص على التأكيد على ما يمكن تسميته بالهوية المصرية الواحدة والموحدة وتوحيد الدولة المصرية والقفز على أي خلافات محلية. ولذلك يعني أتصور أن أي محاولات تقوم بها بعض الجماعات المتطرفة أو الجماعات بين قوسين الغبية من محاولات للتفريق أو لخلق حالة من الاستقطاب داخل الدولة المصرية ستبوء بالفشل في ظل الحالات أو الإخفاقات التي شهدتها كثير من الدول المحيطة بنا والتي انتهى بها الحال إلى تجزئة كما نراها. اسمح لي يا فندم، معنا الأستاذ محمد من البحيرة. ألو
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا عم محمد، ايه اخبارك؟ بنمسي على الضيف بتاع مع حضرتك ده، من الناس المحترمين. الله يحفظك، اهلا بيك، اتفضل. مصر ديت لازم تنجح، لازم مصر دي تنجح باذن وزي الله. الامارات ما لها حق في مصر، جميع الدول العالم لها حق في مصر، بس اللي له حق ياخده بالادب والاحترام بالقانون. زي ما مصر عليها واجبات، لها واجبات. اللي معاه حق ياخده بالقانون يا عم محمد. بشكرك يا عم محمد على اتصالك معايا. الاستاذ عصام من المحله. السلام عليكم. استاذ عصام، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. ازيك يا باشا؟ ازي حضرتك؟ الصوت يا جماعه لو سمحتوا. الو. ايوه يا فندم سامعك، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. بحيي الضيف اللي معاك وبحييك. الله يحفظك. اتفضل. طبعا انا بحيي بصراحه شعب الامارات، يعني حكومه وشعب اللي وقفتهم الجامده مع مصر يعني. وبصراحه الدوله دي استحاله ان احنا ننسى لها جمايلها من ايام الشيخ زايد الله يرحمه. الناس دي بصراحه وقفوا معانا وقفه جامده قوي قوي قوي، واحنا عمرنا ما هننسى الواجب بتاعهم والجميل بتاعهم. ومصر اصلا ما بتنساش اي دور عربي كويس واقف معاها، عمرنا ما بننسى اي دور بالنسبه للشعوب دي. واما الدول الثانيه اللي احنا مش عايزين اصلا نذكر اسمها لان للاسف حقا نذكر اسمها، فان شاء الله باذن الله ربنا يعني هيورينا فيهم يوم، وباذن الله احنا مصر هتفضل دايما القلب النابض للامه العربيه. وباذن الله الشعب الامارات ده يعني احنا بنقدم له كل التحيه وكل الشكر على وقفته جنبنا. يعني انا بصراحه لما بحس ان الشعب الامارات بيقف معانا الوقفه دي بحس بقول لما بيقف معانا ليه الوقفه الجميله دي، بالرغم ان احنا يعني ممكن ما نكونش قدمنا لهم نص اللي بيعملوه، لكن انا اكتشفت اخيرا ان الشعب المصري ده شعب عريق جدا، وكل الدول العربيه يعني بتعشقه. واصلا مكانه مصر ودور مصر بالنسبه للدول العربيه والافريقيه والعالم دوله مميزه جدا، ودوله يعني الناس كلها الدول كلها اللي لها الحق ان هي تيجي مصر وتعرف قيمه الشعب المصري وحضاره الشعب المصري، حضاره 7000 سنه. احنا مش يعني في دول انا بصراحه في غصه في القلب، انا مش عارف ليه واقفين ضد الشعب المصري وضد مصر، بالرغم ان مصر يعني شعبها كريم وشعبها طيب واحنا طول عمرنا مضيافين. ليه بيعملوا معانا كده؟ يعني دوله زي مش عايز اذكر دوله دي، قطر دي حته صغيره يعني الواحد مش عارف يبص عليها بالمنظار. مصالح معانا كده، مصالح وعقود يا استاذ عصام. احنا كشعب لابد ان احنا يعني احنا بناخد الناس الكويسه والدول الكويسه بنحطها جوه قلبنا. اما الدول الثانيه دي مش عارف بيعملوا فينا ليه كده. احنا ما عملناش في العالم ده حاجه. مصر طول عمرها دوله شعب طيب وشعب كريم، وعمرها ما كانت بتبدا بان هي بتعادي حد ولا بتدافع ولا بتسب في حد ولا بتلعن في حد. بالعكس احنا طول عمرنا يعني بنحارب من اجل الدول دي، وفي الاخر بنشوف منهم يعني ان احنا يعني انا صراحه حزين جدا جدا من اللي بتعمله قطر مع مصر دي. احنا عملنا في قطر ايه علشان تعمل معانا كده؟ قطر ولا تركيا دي زي يعني تركيا اللي اردوغان ده، هم عايزين من مصر الشعب المصري ده شعب محترم وشعب كويس وشعب عايز يعيش وعايز يناضل وعايز يبني حضاره ويبني مجد. ليه بيعملوا فينا كده؟ نعم وجهه نظرك وصلت. انا بشكرك جدا يا استاذ عصام من المحله. هو فتح الملف القطري. يعني انا سيادتك اللي عاوز اقوله يمكن قطر لما توجهت وطلبت انها تنظم كاس العالم وعدت الفيفا انها تعمل 12 استاد، وبعدين تقدمت بطلب من 3 ايام. الفيفا قالت لهم انا مش هعرف اعمل غير 8 بس نظرا لمساحه قطر، ما ينفعش اعمل 12. واخد بال حضرتك ليه؟ هو كان متصورا ان في عام 2022 هتكون مساحه قطر اكبر من كده. يعني هو مين وعدهم انهم يتوسعوا وهتبقى مثلا ملك العرب على حد تعبيرهم يعني هو طبعا لا تعليق على على مساله الفيفا وعلى لانه التعليق بشكل عام يعني هو طبعا يعني يمكن ما يحرك قطر للاسف الشديد في الفتره الاخيره هو قطر تتحرك باعاز من الخارج. قطر ليس لديها خصومه مباشره مع مصر ولا يوجد اي مبرر زي ما اتفضل الاستاذ عصام. هو بيقول انا مش فاهم ليه قطر بتعمل كده. من الناحيه السياسيه ايضا لا يوجد هناك سبب مفهوم واضح
واضح معلن للخصومة السياسية بين مصر وقطر على الصعيد الحكوماتي، لأنه حتى على الصعيد الشعبي يعني ربما ما فيش خلاف ما بين الشعب المصري والشعب القطري، اللهم إلا فيما يعني يأتي إلينا من خلال تصريحات الحكومات. قطر للأسف الشديد تتحرك بإعاز من الخارج، وهي الآن تراهن للأسف على مصالح ضيقة جدا مع أطراف خارجية على حساب مصالح استراتيجية، أو هكذا يجب أن تكون مع الشقيقة الكبرى مصر. أنا بس عايز أعود إلى مسألة قالها الأستاذ عصام، مسألة مهمة جدا طبعا، يعني خالص التحية للمشاركين الأستاذ محمد والأستاذ عصام. واستاذ عصام بيقول يعني انه يعني ربما مصر لم تقدم لهذه الدول ما قدمت. لا، يعني انا بس عايز اقف عند المساله دي، لانه خلينا نتذكر طبعا هذه الدول الخليجيه عموما، والمملكه العربيه السعوديه والكويت والامارات على وجه الخصوص، والدعم الذي قدموه لنا لا ينسى، ومصر لا تنسى من يقف بجوارها. ولكن يعني دعنا نتذكر أن هذه الدول حققت تنمية خلال السبعينيات القرن المنصرم، يعني ما قبل سبعينيات القرن المنصرم لم تكن هذه الدول قد حققت قدر أو طفرات من التنمية بشكل معين. وبالتالي أريد أن أذكر بأن وهم يعلمون ذلك ويؤكدوا على هذه المسألة، يعني أشقائنا في الكويت، أشقائنا في الإمارات، أشقائنا في السعودية وغيرها من الدول في الحقيقة دائمي التوكيد على أن المدرسين المصريين خلال فترات مختلفة في المدارس المصرية، في المدارس الخليجية والعربية كانوا مصريين، إذا تعلموا على أيدي المدرسين المصريين، الأطباء كانوا مصريين، المهندسين كانوا مصريين. أكثر من ذلك أن هناك بعض المنح التعليمية التي كانت تذهب إلى وزارات التربية والتعليم خلال فترات الخمسينيات والستينيات ومطلع السبعينيات إلى هذه الدول كانت منح مصرية، كان يذهب المدرس المصري ويتقاضى أجره من مصر. فلا، مصر قدمت كثير وتقدم ولا زالت تقدم وستقدم. بس ده يا فندم ده المتوقع والطبيعي من الشعب المصري، يعني احنا مش بنعمل ده مقابل ده بيني وبينك، لا احنا ده الطبيعي. بس بوضح وحتى ان هو يعني الاخ عصام بيقول انه يعني مصر ما قدمش، لا يعني باكد على مساله ان مصر قدمت كتير جدا 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 في مراحل سابقه وتقدم حتى في ظل يعني مصر قدمت التنميه البشريه لهذه الدول، لدولنا الاشقاء العرب. في المقابل، يعني مش في المقابل، يعني الطبيعي ان ده طبيعي. اللي بيعوز حاجه من طرفين بيلقاها عند الثاني، انهم اخوه. ده الطبيعي، احنا اخوه. انا بشكرك جدا والله يا دكتور محمد سلمان طايع، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. وانا يعني هنعرض دلوقتي مثال جميل لمشاعر طيبه، أغنية إماراتية تم إهدائها لمصري، الأغنية اسمها هذه مصر. الله. يعني أعتقد أن دي أجمل حاجة ممكن نختم بيها هذه الفترة اللي غطينا فيها بقدر الإمكان زيارة السيد إبراهيم محلب لدولة الإمارات العربية الشقيقة. وبنشكر شعب الإمارات الجميل والقوى الناعمة الإماراتية الجميلة المتمثلة في هذا الفن الجميل والأغنية الجميلة اللي نسمعها دلوقتي، أغنية